التعليم وبين السياسة وبين السياسة والاقتصاد. يعني حضرتك يمكن أشرت إلى إلى مظهر مهم جدا وعنصر غاية الأهمية، يعني ان في مشكلة هي الاضطراب الجنسي موجودة عندنا، يعني عايزين نرجع لها مرة ثانية، ولكن عايز ارجع لجملة، يعني ايه اللي خلى حضرتك قلت الجملة اللي هقولها لك دلوقتي: خير لي من ان اشرح نفسا بشرية افضل من ان اشرح جسد. الحقيقة انا مسألة رأس المال أيضا المادي بالبنوك قوية جدا في أذهان الناس عامة، ولكن في أعماق المصريين، ولذلك هم هاجروا إلى بلاد النفط. وعلى فكرة دعني أقول لك حقيقة علمية وليست معلومة، أن 3/4 المرضى النفسيين بشدة إما ولدوا إما نشأوا وتربوا في بلاد النفط، خاصة تلك الخليجية، فلقد أفسدتهم الحياة هناك أو أرعبتهم بهدوئها وقلة ثقافتها مقارنة بالأم مصر، فإذا ما عادوا إلى مصر ضاعوا. أنت تتكلم عن المصريين في الخارج. نعم. في خارج مصر. نعم. فأبويا أحد هؤلاء الناس اللي كان في تصورهم إنه المادة البنكنوت الأوراق المال هي الأهم، فابني أنت خلاص بدم دخلت الطب يبقى تخش بقى جراحة أو نساء أولاد عشان تبقى جراح. فلوس كتير. العمليات بتكسب إنما الكشوفات مش قوي. فكان أن دخلت متدربا في الجراحة العامة أو جراحة التجميل وتفوق، ولكن في أحد الأيام وكنت في غرفة الجراحة وكان في بلد عربي مجاور وكان الجراح باكستاني وقال لي امسك الرجل دي لأن فيها غرغرينة في ليبيا بنغازي تحديدا. بنغازي. وكان هو من باكستان وقال لي امسك الرجل دي لأن الرجل دي فيها غرغرينة، فمسكتها ونشرها وبترها ووقعت بها. ووقع معي حلم أن أكون جراح وقمت ما استحملت. لا قمت شفته بيقول ايه يا ترى في لحم ميت هنا باقي ولا لسه، راح ضارب المقص انفجرت نافورة من الدماء. يعني هو بيقيس بيشوف فيه حيوية هنا عشان ما يبقى يقطع تاني، فلم ينتظر. فهكذا هم الجراحون كما رأيتهم أنا. فده مسألة بعيدة عني خالص. فدخلت إلى النفس البشرية. نعم. هل بالفعل تعرف أو أنت تكشف ما لا يعرفه الآخرون؟ أدعي ذلك يعني كلنا، ولكن أنا محلل نفسي سايكو أناليست، لأني تدربت في لندن وأكسفورد وكامبريدج ونيويورك أن أحلل النفس البشرية كما حللها مؤسس هذا العلم العظيم فرويد. وعلى فكرة آخر كتاب أقرأه الآن بالإنجليزية هو عن علم التحليل النفسي وعلاقته بالمخ والأعصاب. طب ما هو قالوا إنه فرويد وإدلر ويونغ يعني مع مدارسهم اللي بدأت في فترة ما مع بداية القرن العشرين. نعم. يعني انتهى الأمر بالنسبة لهم وأصبحت هناك مدارس جديدة وهناك آراء وآراء. إيه رأيك؟ لا ما زال فرويد هو فرويد وما زالت نظريته معترف بها، وهذا الكتاب يثبت لما لا يدع مجالا للشك أن التحليل النفسي البوح الفضفضة يصل إلى أماكن في المخ لا يصلها الدواء، ولقد أثبتت منظمة الصحة العالمية ذلك سنة 2002. وهذا الكتاب الذي أقرأه الآن بما لا يدع مجال للشك بيقول أنا لو قعدت مع الأستاذ حسن الشاذلي واتكلمت معاه في موضوع ما لمدة ساعة فسيتغير مخي ومخ الأستاذ حسن الشاذلي كيميائيا. ده ما كانش موجود قبل كده، ما حدش قدر يقوله، لكن ابتدوا يصوروا. كان بيحصل. حضرتك لو قعدت في وسط صحراء بصيت على صحراء بس لمدة 3-4 أيام مخك هيتغير. لذلك هناك فقر معرفي أو فقر ألوان، أو الناس اللي ما بتشوفش مسرح، أو الناس اللي ما بتشوفش باليه، أو الناس اللي ما بتسمعش كويس، أو الناس اللي بتعيش في ضوضاء وتلوث بيئي ولفظي ودنيوي. حتما مخها غير لذلك احنا كمصريين بقى أسوأ حاجة بتحصل لنا في القاهرة أننا نفقد ما يسمى بلدونة المخ. لدونة المخ اللي هي نيوروبلاستيسيتي، اللي هي ان انا وانت يبقى عندنا تجديد وتمديد وتبديل في كل الخلايا العصبية مما يتيح حيوية العقل، زي الأستاذ هيك اللي مخليه كده وهو ما شاء الله 85 يتذكر كل شيء ويبدو نظرا في 35 أنه يقرأ باستمرار ويقرأ أشياء مختلفة
وتمشي من طرق مختلفة وتغني أغاني مختلفة وتسمع نصف أغنية قديمة في عقلك الباطن وتكملها في عقلك الواعي. هذه هي لدونة المخ التي نفتقدها في مصر، لأننا بين أبواق السيارات وبين الضجيج وبين السباق والزحام والنرفزة، رغم أن هم ليهم ونس برضه. يعني دايما مشاهدينا الكرام في تساؤلات كثيرة ملحة حينما أقترب من الطبيب النفسي أو من العالم النفساني. لما أحاول أن أتساءل عن النفس البشرية دايما هناك في علاقة شائكة بيننا وبين الطبيب النفسي. ليه؟ لأن يبدو أن الدراما المصرية أو الدراما بشكل عام أعطت تصور عن الطبيب النفسي، جعلت هناك فارق أو مسافة كبيرة بيننا وبينهم. فاصل ونعود. وعمر بيكرهني. أنا فاكر شكله هو بيبص لي يوم ما اتولدت، كان مكشر ومتضايق وراكبه 100 عفريت. قال إيه؟ كان عايز بنت ايه بس اللي كان عايزها وفاكره ايه يوم ما اتولدت؟ انت بتدور على اي مبرر عشان تكرهه بيه، لانك بتغير على امك منه. من فضلك ما تجيبش سيرة امي. بقول لك بيكرهني يا مهيب، بيكرهني. بلاش. في عيد ميلادي العاشر كل الناس طفت الشمعة، كلهم الا هو ما طفوش ولا شمعة. طيب يبقى احنا نتقابل يوم الخميس الساعة 4. اوكي. انت بقيت احسن دلوقتي الحمد لله. مفيش حد تاني بره يا دكتور؟ طيب يا صالح، افتكر انت روح دلوقتي وان شاء الله بكره الساعة 5. ماشي يا دكتور. تعالى بس تعالى. دي اولا يا سيدي ما بتزعقش لجوزها ولا حاجه، دي بتزعق لاخواتها، الموضوع مالكش دعوه بيه. المهم يا محسن، كمل. اكمل ايه؟ بقول لك مراتي بتراقبني. تراقبك ازاي بس يا محسن؟ مش مراتك اتوفت الله يرحمها، ده انا حاضر معاك العزاء. ما هي دي الخدعه، ما ماتتش. لا يا راجل، عملت نفسها ميته عشان تعرف تراقبني. سمحت يا انسه. اسفه جدا، التمرجي بتاعك بيقول لي بكره وانا مش هقدر استنى لغايه بكره. انا هشوفك وقت تاني، هجيلك وقت تاني يا دكتور. انا عايز ايه تو ماتش بقى؟ يعني هل بالفعل يعني ده ساهم اللي احنا شفناه دلوقتي وبنشوفه كتير، ساهم في بجزء كبير بان يبقى في مسافه كبيره قوي بيننا وبين الطبيب النفسي؟ انا عندي شيزلونج في العياده، لما الناس في الاوضه بتاعتي لما الناس بتيجي بتبص عليه بتستغرب، يعني بيقول لك هو لسه في شيزلونج؟ في شيزلونج بس ما فيش بقى دكتور يقعد يدخن قدام المريض وحاطط تليفون وحاطط لابتوب وينزل مكانه، وبعدين مريض يخش ومريضة تطلع والعكس لا يعني دي دراما مفتعلة لا تأخذ من الواقع. يعني هم المفروض، أنا بأستشار في كثير من أعمال الدراما الحقيقة، ولكن للأسف أن أنا بعدما أقول رأيي ما ياخدوش غير ب50% منه، لأن هو الحبكة الدرامية. ودي مشكلة كبيرة بنشوفها في الفرق بين الدراما عندنا والدراما في هوليوود. بالظبط. الدراما في هوليوود لما بيتكلم يجيبوا حالة نفسية في الفيلم، تركيبة معقدة، بشعر انه بيتعاملوا معها اكاديميا جدا. يعني بتعامل مع قطعة طبيب نفسي خريج الزمالة الكلية الملكية بلندن والى اخره، والتعامل من الالف الى الياء. يعني بص حضرتك في فيلم عمله جاك نيكلسون عن الوسواس القهري، ده مرسوم مكتوب بسيناريو محكم، شارك في كتابته طبيب. انا لما كنت مشرف على مسلسل صرخة الأنثى فوجئت انه الدكتور اللي هو بيتعامل نفسيا مع المريضة التي تحولت من رجل الى امرأة، وهي لم تكن رجل معنى الكلمة، بقى دكتور نفساني، وفجأة بقى دكتور غدد، فجأة بيعمل لها العملية. طبعا ده شيء مرعب، مفيش دكتور بيبقى عنده 3 تخصصات. فهنا الدراما بتأثر على مصداقية الطب والأطباء
لدى الناس. ما هو اللي بره دي دراما برضه دكتور، اشمعنى عندنا احنا كده بنتعامل مع الامور بالشكل ده، بشكل الحته الواحده؟ لان احنا كل حياتنا ماشيه بشكل عشوائي وبشكل فوضوي، وليست فقط الدراما. بدءا من طابور العيش حتى الموت على الاسفلت. نعم. نرجع لجزء مهم جدا ما دام دخلنا في الوجع والهم والامراض النفسيه. يعني فلما حد يجي يدخل على سعادتك ويقول لك انا مش قادر استمتع بحاجه في الدنيا، نعم، مش حاسس بطعم، انت يعني في الحاله دي جميل اني يقدر الطبيب حد يقول له ده انا بطني وجعاني فيكتب له روشته سريعه عشان يشوف له التلبك المعوي، الاسباب لوجع بطنه او وجع دماغه او كده. ولكن ده بيقول لك حاجه غريبه، انا مش مستمتع بحاجه، مش قادر استمتع. الحل يعني ازاي هو وتعمل معاها ازاي؟ بقت تجيني كتير قوي، بتجيلك كتير وليست مساله رفاهيه. يعني يقول لك معايا فلوس لكن مش قادر استمتع، متزوج، أعاشر زوجتي أداء واجب، بسافر مش حاسس بمتعة، في حاجة غلط. جاتني واحدة النهاردة بنت عندها 20 سنة بتقول لي أنا زي ما أنت كنت فكرتني ما عنديش أعراض، لكن الصحة النفسية ليست الخلو من الأعراض، ولكن هي الصحة النفسية الإيجابية أن أستعيد قدرتي على الاستمتاع. أنا لا بستطعم بأكل، ولا بقوم من النوم منتعشة، ولا بمشي أسعى في الحياة، ولي هدف محدد يمكنني من الاستمتاع بأصغر الأشياء وتوافهها، كملمس خدي على الوسادة حينما أنام بالليل، لما ببص المرأة وجهي في المرآة، لما بشرب كوباية شاي، نص كوباية شاي ساعة العصارة. دي الحاجات الحلوة ما بقيناش، لأن احنا بقينا في مجتمع يجري ويلهث، مجتمع إلكتروني غبي، ربما يقتنع أنه يستمتع بالرسائل المرسلة بالSMS، مجتمع إن هو يقعد قدام النت لساعات. ده ليس الاستمتاع. مجتمع اسمه مجتمع التيك أواي، ثقافة تيك أواي، الأكل تيك أواي. قول لي فين الأسر المصرية اللي بتقعد كلها مع بعضيها تاكل لقمة هنية؟ ما عادش فيه. يوم الجمعة وبيخرجوا يروحوا للحاجة أم الراجل